شفت قبل كده كان بوست عن طفل مصاب بمرض وبيطلب تجميع تبرعات بالملايين عشان جرعة علاج واحدة بس. صدقت كام بوست منه وشكيت في كام واحد. طب إيه هو المرض ده؟ وهل موجود فعلا مرض بيتطلب هذا المبلغ الساحق من الأموال ولا مش موجود؟ يوسفني أقول لك يا صديقي وأنا قلبي بيوجعني بسبب اللي هقوله ده، إن مثل هذا المرض موجود بالفعل، معروف علميا باسم الدوشين ماسل ديستروفي أو بالعربي مرض ضمور العضلات، وهو أحد أخطر الأمراض الوراثية وأشدها فتك، وبيحصل بسبب وجود خلل جيني في أحد الجينات داخل الجسم والمسؤول عن تصنيع وتكوين مادة الدستروفين، وهي أحد أنواع البروتينات داخل الجسم المسؤولة عن الحفاظ على ثبات الخلايا العضلية، وبدونها بيحصل ضمور وخلل في العضلات وبتبدأ إن هي تتدمر. أما السبب الرئيسي لحدوث خلل الجينات ده غير معروف، وده لأن مجرد مرض وراثي ما بيفرقش من شخص والتالي، ومش شرط حتى إن أحد الآباء يكون مصاب بيه. ولكن المؤلم نفسيا في الموضوع إن المرض بيظهر على الطفل في أول سنين حياته وبيبدأ يأثر عليه بدرجات مختلفة. ممكن الطفل يعاني من صعوبة في الجلوس أو المشي أو البلع، وممكن حتى يخليه غير قادر على الحركة، ومع الوقت بيصبح معتمد بشكل كامل على الكرسي المتحرك. ويا ريت بيقف المرض لحد هنا أبدا، معظم الحالات بتوصل لنهاية حتمية بالموت في متوسط العشرينات، وده بسبب الضمور اللي بيأثر على عضلات القلب والتنفس، واللي ممكن كمان يحصل في سن بدري عن كده. الحمد لله بفضل جهود الأطباء والعلماء قدرنا نوصل لعلاج بيولوجي للمرض بيحتاج منه المريض جرعة واحدة بس طول حياته، وبتعتمد فكرته على حقن المريض بجين بيعوض الجين التالف داخل الجسم، فيبدأ الجسم بإنتاج بروتين الدستروفين، وبالفعل أثبت الدواء فعاليته وبتبدأ الأعراض تتحسن بمرور الوقت. ولكن لأن الحلو ما بيكملش فسعر الدواء بيكون غالي جدا، وبتوصل جرعة أحدث نوع منه لحوالي من 3 ل 4 مليون دولار، يعني قرابة 150 ل 200 مليون جنيه، وهي تكلفة باهظة جدا لا يتحملها معظم البشر الموجودين على سطح الكوكب ده لو كانوا بيحاولوا لوحدهم. وده بيسبب العجز والقهر النفسي لأسرة المصاب، هم شايفين ابنهم بيموت قدام عينيهم وهم عاجزين عن علاجه. وهنا بيلوا دور مؤسسات الدولة والجمعيات الخيرية اللي بتدعم وتسند بحملات تبرع لمساندة الأهل في تحمل تكلفة العلاج وإنقاذ روح بريء. نصيحتي ليك احمد ربنا دايما في كل لحظة، واوعى تغضب على حالك، وافتكر دايما إن مهما كان حالك صعب فغيرك في حال أصعب وبرضه بيقول الحمد لله. كمان قبل الجواز اعمل فحص جيني انت والمدام حتى لو مش ظاهر عليكم الأعراض، لأن أمراض جينية زي دي أو غيرها ممكن تكتشف بدري قبل ما تنتقل لأجيال من الأطفال وتعيش في حياة مستمرة من المعاناة. في نهاية الحلقة أنا الدكتور مصطفى فرحان، متنساش تعمل لايك وفولو للصفحة وشير في الخير عشان نوعي الناس، ووقت الحاجة ندعم بقلب وعن طيب خاطر. دكتور بيست، دكتورك المفضل. سلام.